وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده مين هو السلطان اللي كان عنده 21 سنة وقدر يفتح مدينة استعصت على كتير من الخلفاء والأمراء والأباطرة والملوك. وعرفنا كمان يا صديقي ليه المدينة دي فضلت واقفة أكتر من 1000 سنة محدش قدر يخترق أسوارها. وعرفنا إيه هي المعجزة التاريخية اللي كانت سبب في فتح المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ تخيل كده مع صديقي مدينة وقفت صامدة أكتر من 1000 سنة مفيش حد قدر يغزوها. مدينة بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، حاول كتير من الملوك والأمراء والأباطرة والخلفاء إن هم يفتحوها، وفي الآخر يجي سلطان عنده 21 سنة، يعني يا صديقي عندنا بيبقى لسه في الكلية، قدر يفتح المدينة دي. حواليها أسوار حصينة وبيحطها البحر من 3 اتجاهات، اللي بيمتلكها بيقدر يتحكم في كتير من طرق التجارة العالمية. إيه هي المدينة دي يا صديقي؟ وليه الكل كان بيحاول يفتحها؟ ليه كتير من المحاولات فشلت لفتح المدينة دي؟ ومين هو السلطان اللي كان عنده 21 سنة وقدر يفتح المدينة؟ وازاي قدر يتغلب على كل المعوقات اللي وقفت قصاده؟ وهو ده موضوع فيديو النهارده يا صديقي. تابع الفيديو للنهاية، متنساش اللايك والاشتراك، وتابعنا على قناتنا على الواتساب، الرابط هتلاقيه في وصف الفيديو. يلا بينا يا صديقي، يلا بينا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا صديقي: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ورغم أن الحديث فيه مقال وفي سنة ضعف يا صديقي، لكن المحاولات في فتح القسطنطينية بدأت من بدري قوي، من أول الخليفة معاوية بن أبي سفيان لما حاول يفتحها وأرسل جيش كبير، وكان فيه صحابي كبير اسمه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، واللي استشهد هناك ودفن رضي الله عنه وأرضاه. وافتكر يا صديقي الاسم ده عشان هنجيله شوية. المحاولات بعد كده استمرت، ففي عهد الدولة الأموية، وبعد كده العباسية، وبعد كده السلاجقة، ثم العثمانيين. وبالذات العثمانيين حصلت كذا محاولة. فالسلطان بايزيد الأول حاول يفتح المدينة، وبعده السلطان مراد الثاني أبو بطل قصتنا يا صديقي حاول برضه يفتح المدينة، ولكن كل دول فشلوا في اختراق الحصون. وده وصلنا عند نقطة مهمة جدا يا صديقي. ليه القسطنطينية وقفت صامدة كل الفترة الطويلة دي؟ أقولك يا صديقي إن القسطنطينية كانت بتحطها المياه من 3 جوانب، فده صعب جدا من فتحها. زائد إن هم كان عندهم حاجة اسمها سلسلة القرن الذهبي، السلسلة اللي كانوا بيقفلوها وكانت مصنوعة من الفولاذ، واللي خلت أي عدو ما يقدرش يقرب ولا يخترق السلسلة دي مهما كان. فهم كانوا بيفتحوها للأصدقاء وبس، ويقفلوها في وش الأعداء، فمحدش يقدر ولا سفينة تقدر تخترق المنطقة دي. وأما من ناحية البر يا صديقي فكان عندهم أسوار قوية جدا. فأشهر التحصينات كانت أسوار ثيودوسيوس، اللي كانت مكونة من كذا خط دفاع مش من سور واحد وبس. ده غير أبراج المراقبة وأبراج الحراسة اللي كانت ضخمة وكبيرة جدا، وما بينها مسافات تخلي الجنود يقدروا يتحكموا في مسار المعركة. ومش بس كده يا صديقي، كان حواليها خندق يقدر يملوه بالمية وقت الحصار، فمحدش يقدر يقرب من المدينة. ومش بس كده، كان في كمان خط دفاع ثالث، وهي أسوار تانية كانت مبنية. فالثلاث خطوط الدفاع دول يا صديقي خلوا أي حد يحاول يخترق المدينة بيواجه صعوبة شديدة جدا. وبرضه كان في أسوار يا صديقي من ناحية البحر، ولكن كانت التحصينات بتاعتها قليلة شوية. ومش بس كده يا صديقي، كان عندهم حاجة اسمها النار الإغريقية، وده كان السلاح السري عند البيزنطيين، السلاح اللي لما بينزل على السفن بيحرقها، ولما ينزل على الجنود يولع فيهم. كانت مادة قابلة للاشتعال، وصدت كتير من الهجمات على القسطنطينية. كل الأسباب دي يا صديقي صعب جدا من مهمة أي قائد بيحاول يفتح القسطنطينية. فكل التحصينات دي يا صديقي كان لازم لها جيش متقدم ومتطور عملاق وقوي يقدر يخترق كل التحصينات دي. وهنا يجي دور بطل قصتنا النهارده يا صديقي، السلطان محمد الفاتح. محمد الفاتح في الوقت ده يا صديقي كان عنده كام سنة يا صديقي؟ 21 سنة. اتولد السلطان محمد الفاتح سنة 1432، يعني في الوقت ده سنة 1453 كان عنده 21 سنة وفتح القسطنطينية. 21 سنة وفتح المدينة اللي استعصت على كتير من الملوك والأباطرة والأمراء. 21 سنة يا صديقي، واحنا عندنا ال 21 سنة دول يا صديقي بيبقى لسه في الجامعة وبياخد المصروف من باباه قبل ما ينزل. المهم جهز الجيش بأحدث الأسلحة. ففي البداية جهز الأسطول قرابة ال 300 سفينة، جهزهم عشان يقدر يخترق سلسلة القرن الذهبي. ده غير الجيش البري اللي حدث ولا حرج يا صديقي. فمن المدفع السلطاني اللي عمله المهندس أوربان اللي من المجر للإنكشارية، وكمان الفرسان ومعاهم المشاة، كل دول يا صديقي كانوا قرابة ال 150 ألف مقاتل. وطبعا يا صديقي المصادر اختلفت في عدد جيش السلطان محمد الفاتح، ولكن الكل اتفق انه كان جيش من اقوى الجيوش في الوقت ده.
في يوم 5 أبريل سنة 1453 يا صديقي وصل السلطان محمد الفاتح لأسوار مدينة القسطنطينية، وبدأ يوزع الجنود حوالين أسوار المدينة، وبدأ الأسطول البحري يحاصر المدينة من ناحية البحر، وبدأت المدفعية تدك أسوار المدينة، والجنود بدأوا يهاجموا الأسوار. ومع كل ده برضه المدينة فضلت صامدة قدام كل الهجمات دي، لحد ما جه يوم من الأيام يا صديقي والشيخ بتاع السلطان قال إن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه جالي في المنام وقال لي على مكان القبر بتاعه. فالسلطان محمد الفاتح راح المكان اللي الشيخ بتاعه وصفه، وفعلا لقى القبر بتاع أبو أيوب الأنصاري موجود هناك. لكن في الوقت ده كان الأسطول العثماني انهزم هزيمة قوية جدا واتحرقت أجزاء كتيرة منه. لكن هنا يجي دور عبقرية السلطان محمد الفاتح اللي حول البر واليابسة والجبال لبحر، خلى السفن تمشي عليه. لما سلسلة القرن الذهبي حالت بين وصول السلطان محمد الفاتح لأسوار المدينة، قرر السلطان أن يخلي البر بحر يعدي السفن عليه. لما السلطان محمد الفاتح لقى نفسه عاجز عن اختراق سلسلة القرن الذهبي، قرر ان هو ما يقفش ويحول البحر واليابسة لبحر هيخلي السفن تمشي من عليه. وفعلا جاب مجموعة أخشاب ودهنها بالشحوم والزيوت، وخلى الجنود يجروا السفن لحد ما وصلوها للناحية التانية من القرن الذهبي. وفجأة لقى البيزنطيون نفسهم قدام الأسطول العثماني وهو داخل القرن الذهبي. السلطان محمد الفاتح وجه انذار اخير للامبراطور قسطنطين الحادي عشر ان هو يسلم المدينه، والسلطان كان هيأمنه لكن هو مرضيش وقرر يدافع عن المدينه لحد ما يموت. فالسلطان محمد الفاتح امر بهجوم عام وشامل شمل المدفعيه فدكت اسوار المدينه، والجنود بدأوا يهاجموا بكل ما اوتوا من قوه، والسلطان امر الاسطول ان هو يهاجم بكل قوته لحد ما فجأة دخلت فرقه من فرق الجيش العثماني وكان قائدها جندي اسمه حسن، طلع على احد الاسوار ورفع الرايه. فبعد ما رفع رايه الدوله العثمانيه ما نزلتش. اي نعم الجنود اللي كانوا معاه معظمهم اتقتلوا، لكن الرايه ما نزلتش وضربها جدا من الروح المعنويه بتاع الجنود، وخلى الجنود البيزنطيين خلاص احنا اتهزمنا. وفعلا السلطان محمد الفاتح دخل المدينه في يوم 29 مايو سنه 1453 بعد قرابه 53 يوم من الحصار يا صديقي. استشهد في ال 53 يوم دول جنود من عند السلطان محمد الفاتح، بس كان المقابل ان سقطت القسطنطينيه في ايد المسلمين. اتقتل السلطان والامبراطور قسطنطين الحادي عشر، ودخل السلطان محمد الفاتح فاتحا للقسطنطينية وحول آيا صوفيا لمسجد، وحول مدينة القسطنطينية لإسلامبول يعني تخت الإسلام، وحولها لعاصمة الدولة العثمانية، واللي بعد كده هتتحول يا صديقي لإسطنبول اللي انت عارفها دلوقتي. القسطنطينية كانت مش مجرد مدينة، ده كان تحدي لكل قائد وكل سلطان ان هو يحاول ويقدر على فتح المدينة دي. فضل الصامدة لقرون وقرون، وفي الآخر جه السلطان اللي عنده 21 سنة وقدر يفتح المدينة بعد تخطيط عبقري وصف بعض المؤرخين ان هو معجزة تاريخية. قدر السلطان محمد الفاتح ان هو يفتح القسطنطينية، وفي الوقت ده تنتهي أسطورة القسطنطينية اللي صمدت اكتر من 1000 سنة. وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده مين هو السلطان اللي كان عنده 21 سنة وقدر يفتح مدينة استعصى كتير من الخلفاء والأمراء والأباطرة والملوك. وعرفنا كمان يا صديقي ليه المدينة دي فضلت واقفة أكتر من 1000 سنة محدش قدر يخترق أسوارها، وعرفنا إيه هي المعجزة التاريخية اللي كانت سبب في فتح المدينة. وبس كده يا صديقي، ما تنساش تنشر الفيديو بين الناس عشان تعرف الناس ان احنا كان عندنا ابطال، وان شاء الله الابطال دول في يوم من الايام هيرجع ناس زيهم. وعشان ما اطولش عليك يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات وتتابعنا على قناتنا على الواتساب. بس كده يا صديقي، جزا الله عنا عنكم الهموم وشرح لنا ولكم الصدور واسعد اوقاتنا واوقاتكم، فانه هو الحي القيوم وهو يعلم اني فيه يحبكم، فانه علام الغيوب، ان كان من توفيق فمن الله وان كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.